ازيكم يا جماعة؟ نكسب الجزائر ونكسب الأردن وكده كده ماتش النمسا مضمون. بصفتي هشجع الأرجنتين. آه خلاص، كله اتكلم في المجموعات وكله اتكلم على قرعة مصر وكله اتكلم على قرعة الدول العربية. أحب أقول لك بإذن الله مصر هتكون الحصان الأسود وهنتركب من الكل. إن شاء الله ده ما يحصلش. إن شاء الله ده ما يحصلش. وبنرتكب نفس الغلطة تاني. مجموعة سهلة، ولو كابتن حسام حسن والدته هي اللي اختارت المجموعه مش هتختارها بالشكل ده. وبيفكروني تاني بالقرعه اللي كانت مع كوبر لما وقعنا مع السعوديه ومع روسيا ومع اوروجواي، وقلنا هنتعادل مع اوروجواي ونكسب روسيا وكده كده ماتش السعوديه مضمون. طيب اهو كان معانا كوبر اهو اللي بيحبوا المدربين الاجانب. عملنا ايه في المجموعه دي؟ صفر. حصلت المجموعه، طلعنا الفريق ال 31 من 32 من المجموعات. فالناس اللي هي يعني املها في السماء، يا جماعه الكره المصريه تعبانه. انتوا ما شفتوش منتخب حلمي طولان عمل ايه النهارده؟ هتكلم على ده كمان شويه. بالنسبه بقى لمحمد هاني، انا قلشت عليه في الشوط الاخير، سامحني يا محمد يا هاني. يعني لما كان قدام ديفيز في ماتش بايرن ميونخ ياخد منه الكوره، يجري لل 18 يلاقيه مستنيه هناك. فطبعا هيعمل ايه قدام ديكو يعني اللي هو لاعب مانشستر سيتي؟ لا ده مش كمان ديكو، ده في تروسار اللي بيلعب مع الارسنال، بيلعب برضه ناحيه الشمال. فالماتش مش سهل. بلجيكا هي اول المجموعه، انت معاك بلجيكا ومعاك ايران ومعاك نيوزيلندا. انت مش عارفك ان نيوزيلندا سهله؟ مش نيوزيلندا دي فريق شبه اليابان يا ابراهيم، بصوت كابتن اسامه نبيه. لا انا لا اثق في المنتخب لغايه ما نشوف كاس الامم الافريقيه هيلعبوا ازاي، لما نشوف الماتشات الوديه هيلعبوا ازاي. كابتن حسام حسن بيعمل اوفر كوتشنج، افكار وادوار مركبه للعيبه يا دوب حافظه يعني مهام مركزها. اتمنى الكابتن حسام في كاس الامم الافريقيه تحديدا، لان انا نفسي التجربه تكمل للاخر. نفسي حسام حسن يوصل لكاس العالم. جبنا مدرب، شفت كروش بيعمل ايه مع عمان؟ خراء. يعني يمكن تاني اسوأ فريق ولا تالت اسوأ فريق بعد منتخب مصر والكويت في البطوله. فما اتمناش ان الكابتن والاستاذ او هو بيحب يتقال له الباشمهندس هاني ابو ريده لو هو مخطط يجيب كروش. حتى لو مش حسام حسن، عندك كولر، عندك مدربين تانيين، كمل بحسام حسن. يعني حتى لو وصلنا لدور الثمانيه على الاقل في كاس الامم الافريقيه، خلي التجربه تكمل، خلي الفريق ينسجم اكتر. الراجل كسب كل الماتشات في التصفيات. ومحمد هاني اديكم شفتوا النهارده اكرم وهو بيلعب ناحيه اليمين. انت عندك مين باك يمين في مصر كلها؟ الناس كلها بتتكلم على الشيبي ده عنده 33 سنه، محمد هاني عنده 29 سنه. هل الشيبي هو عنده 29 سنه كان بنفس قوته دلوقتي؟ واحنا شايفين ان محمد هاني بيتطور. انا ما بقولش ان هو احسن حاجه، لكن انا فاكر في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي كان بيأدي في الماتشات المهمه، ماتشات الزمالك محمد هاني بيأدي. وهو ده اللي انا كنت عايزه، ان يبقى معانا مدرب مصري يمسك المنتخب ويحمسه، لان الروح اهم في المنتخبات من الكوتشنج والتكتيك، لان المفروض اللعيبه دي تعرف تعمل كل حاجه. وبرده الاعلام قايم مجموعه سهله، مجموعه سهله، وابراهيم فايق مجموعه سهله، وانا راهنكم ان احنا هنوصل. اه ماشي، هو نظريا المفروض الدول، مش عايز اتكلم على جميع الدول العربيه، لان احنا المفروض على الاقل احنا 7 فرق عربيه في البطوله او 6 ان شاء الله العراق توصل. على الاقل 4 فرق يوصلوا، لان انت هم 12 مجموعه، لو بيوصل 2 من كل مجموعه يبقى كده 24 فريق، هم 32 اللي هيوصلوا. يبقى انت فاضل لك 8 فرق. هل الاربعه من الدول العربيه ما يوصلوش والدول الافريقيه؟ يعني انت في 8 من 12 مجموعه هيوصلوا. 12 مجموعه في منهم 8 هيوصلوا احسن توالت. انت مش هتعرف توصل احسن توالت. انت لو كسبت ماتش ممكن توصل، لو اتعادلت ماتشين اعتقد يعني ممكن توصل على الحركرك. فان شاء الله مصر تأدي اداء، اهم حاجه نأدي اداء كويس. حتى الناس اللي حسبوها، حتى لو وصلت تاني او تالت، مواجهتك مش هتبقى شنيعه قوي. تالت طبعا ممكن تلبس في الاوائل يعني، فاهم؟ لكن مش هتبقى شنيعه قوي. ونفس اللي حصل في القرعه بتاعت كاس العالم للانديه. النادي الاهلي والفريق الملياري، والاهلي بقى هيوصل وهيقطع الدنيا. وانا كنت بطلع اعمل فيديوهات، والله ارجعوا للفيديوهات يا جماعه. المجموعه الاهلي تصنيفه الرابع وهو طلع الرابع. يعني الاهلي طلع الرابع، التصنيف المنطقي. فرقه ميامي القيمه التسويقيه بتاعتها 96 مليون دولار، وفيها ميسي وفيها بوسكاس وفيها لعيبه جامده. ورغم ذلك الاهلي قدم ماتش عالمي. الاهلي خسر من بالبراس
وهو فنيا بالميراس اعلى منك، ورغم ذلك انت كنت ماسك الاستحواذ. عملت ماتش تاريخي قدام بورتو، ولولا اخطاء الشناوي كنا كسبنا المباراه. لكن حصل المنطقي، تصنيفك طلعت الرابع. لو بنفس المقياس على منتخب مصر انت هتطلع ثالث المجموعه، لان ايران ال20 على العالم. الناس اللي بتستهون بايران، ايران وصلت كاس العالم 7 مرات. تقدر تكسب ايران، تقدر تكسب نيوزيلندا، ممكن تكسب بلجيكا. ما انت كل الماتشات الوديه اللي لعبت فيها بلجيكا تقريبا كسبتها. لعبت 4 ماتشات، كسبت 3 وخسرت 1، وكسبتهم وجبت جونين في كورتوا. ولو لعبتك فايقه طبعا، لو وصلوا احياء بعد الضغط المباريات اللي حاصل دلوقتي، لو وصلوا احياء لو وصل بنجومك كاملين، ما تجيبش كروش. يعني مش عارف اقول ايه الصراحه. يعني انا بس يبقى في اعداد كويس، ونأدي اداء كويس في كاس الامم الافريقيه، وربنا يسهل. وربنا يسهل، وسيبوا حسام حسن يشتغل، وبطلوا تحاربوا الراجل. والراجل مش مناخ غير صحي صراحه لحسام حسن. عشان كده هتلاقي فئه كتيره من الناس متعاطفه معاه، وهتلاقي وللاسف كل الزملكاويه في الاعلام ضد حسام حسن، وكل الزملكاويه معظمهم ضد حسام حسن. ده مدرب ما بيفهمش ليه، لان معظم الاهلاويه مع حسام حسن. والاهلاويه مع حسام حسن مش حبا في حسام حسن، ما ده ادانا الخازوق المتين لما راح الزمالك. لكن احنا عايزين مدرب وطني يبث روح في المنتخب. والراجل في التصفيات كان معدل التهديف عالي، كان دفاعه كويس، تعادل ماتش ولا ماتشين، ما خسرش ولا ماتش في التصفيات. عشان ماتشين وديين بيجرب فيهم، احنا خايفين اللي يلعب بكده. هو عايز يلعب ب3 ورا، واللعيبه دي بتلعب 4 في كل فرقها، فما فيش داعي للاختراع. تحس ان هو عايز يستنسخ اللي اتعلمه من الجوهري والفتره اللي هو لعب فيها. لا، مش هيلعب، مش هينفع ده في الوقت ده، مش هينفع في الوقت ده. ربنا يوفق منتخب مصر، ربنا مع حسام حسن باذن الله، ونأدي اداء كويس في كاس الامم الافريقيه. عندنا بس في الناس اللي بتحاربه، وهو كده كده حسام حسن بيحب الضغوط، هو متعود على كده عشان يجز ويعمل. وعندك اللي بيمر بيه صلاح مع ليفربول، ومرموش اللي ما بيلعبش، وتريزيجيه اللي جمهور الاهلي حطه في دماغه رغم ان هو الراجل هداف الفريق. اللعيبه دي كلها عندها دوافع. الشناوي اللي عايز يصلح الصوره اللي عنده. انا مش عارف محمد صبحي بيتاخد منتخب ليه يعني. هو موضوع برضو التوازن، لازم اخد اي لعيبه. كان عندك حراس احسن في المنتخب، بس ما علينا. ونروح بقى لماتش منتخب مصر التاني في البطوله العربيه ضد منتخب دبي. منتخب الامارات. المنتخب كله اجانب يا جماعه، كاننا الاجانب اللي ماشيين في شوارع دبي. كابتن حلمي طولان اللي بيقطع في حسام حسن عمل كل حاجه ينتقد فيها حسام حسن. اليومين اللي فاتوا اعتقد لجان اتحاد الكره والصحفيين عمالين ينشروا على السوشيال ميديا فيديو قديم لكابتن حلمي طولان، وهو بيقول مجموعه مصر في تصفيات كاس العالم مجموعه ضعيفه، يعني اي حد يكسبها وتوصل كاس العالم. وده مش صحيح يا كابتن. طب انت بالنسبه للمجموعه اللي انت كنت فيها، انت باللعيبه اللي انت اخترتها واللعيبه اللي معاك دي تقدر تاخد ال9 نقط. انت اللي بتلعب غلط، بتلعب لعب كلاسيكي من السبعينات انتهى خلاص. كابتن حلمي طولان اللي مع المنتخب الاولمبي كان معاه سيد عبد الحفيظ وايمن عبد العزيز ومحمد فاروق عبد اللطيف الدوماني، وليد صلاح عبد اللطيف، وعبد الواحد السيد، ومحمد عبد المنصف، وابراهيم سعيد. ما وصلش الاولمبيات قدام منتخب المغرب. واللعيبه كانت بنلعب بنفس الطريقه دي برضو، يلعب على الوينجات والباك اليمين يعمل اوفرلاب ويرفع نفس الطريقه. ما غيرهاش كابتن حلمي طولان. اخره كان بيلعب مع فرق منتصف جدول شبه انبي وسموحه وكده، يعمل اداء شويه شويه ويفضل برضه في منتصف الجدول. هو ممكن يكون بيدرب الناشئين كويس، عينه كويسه في اللعيبه ماشي، لكن كمدرب ملوش اي انجازات. كابتن حلمي طولان ملوش اي انجازات. لعب ستيناتي وسبعيناتي. كل الفرق العربيه تتفرج على البطوله تحس انك بتلعب في الدوري الانجليزي واصوات الجماهير، الا احنا بوظنا شكل البطوله. والله بوظنا شكل البطوله، لعب معفن. وهو نفس اللعب الكلاسيكي ونفس الاختراع في مراكز اللعيبه. ما بتنتقد حسام حسن ليه؟ ملعب لي اكرم توفيق باك يمين. طب ما كل الناس في الاستوديوهات التحليليه قالت لك ان النني وعمرو السوليه كبروا في السن وما بيقدروش يجروا، وبتلعب ب3 6 في نص الملعب. ما تلعب باكرم في نص الملعب وانزل بقفشه وعمرو السوليه او النني ومروان حمدي. الكره الوحيده اللي جات له جابها جون، مفيش حد بيرفع له، محدش بيوصله للجون. العب صح الماتش الجاي عشان تكسب الاردن ونوصل. وكابتن مدحت شلبي بقى، يعني كابتن مدحت شلبي وكابتن احمد الطيب في قناه الكاس القطريه بيتكلم كأن قطر بتلعب فريق هندي.
وبرده مدحت شلبي هو بيذيع للسعوديه تحس ان هو متعاطف مع السعوديه اكتر ما بيتعاطف مع منتخب مصر، وهو بيذيع لمنتخب مصر. وكاننا ما بنلعبش دول عربيه. ما تشوفوا يا جماعه ملخصات الماتشات على اليوتيوب، والمذيعين العرب والخلايجه بيتكلموا ازاي، بيتكلموا اساسا الفرقتين عرب. انا شفت النهارده ماتش الكويت والاردن، من المذيع الكويتي الراجل متوازن جدا، مفيش الافواره دي. كابتن مدحت شلبي اللي النهارده برضو كل شويه يقول لك عشان هو بيخبط في الرطب طه احمد دياب عشان هو ما بيحبهوش، يقول لك ما احنا لو كان معانا زلاكه وقطه عشان الرابطه ما رضتش تاجل ماتشات الدوري علشان ناخد اللعيبه للبطوله العربيه. هو كابتن مدحت شلبي لما كان الاهلي بيتاجل له وهو بيلعب في كاس العالم للانديه، بيتاجل له طبقا للائحه اللي حاططها اتحاد الكره المصري والرابطه المصريه. يعني الاهلي ما تاجلوش اي ماتش بره اللائحه زيه زي الزمالك. قال لك الدوري مش منتظم عشان عواطف، كان كل شويه يقول عواطف، ها العواطف والانحياز للاهلي. هو اللي عايز ماتشات الدوري تتاجل عشان بطوله وديه، البطوله العربيه. الاهلي اللي طلع 6 لعيبه للمنتخب الاولمبي وخسر الدوري، منهم 4 لعيبه اساسيين ومنهم الشناوي، وكان اياميها رمضان صبحي. كابتن مدحت شلبي الصراحه بقى غريب جدا، ويمكن كابتن مدحت شلبي ذكي جدا، بيشوف الجو العام واللي مدورها هواه ايه ويمشي على هواه. لان زمان ما كانش كده. كابتن مدحت شلبي بنتايك خزوق الزمالك، ده اللي بيتقال يعني النهارده، وفك قيده وخلاص وبقى لاعب فري. وبيتقال ان الاهلي ممكن يجيبه، يا ريت ما نجيبهوش عشان هم عايزين كده، عشان هم كل يوم بيطلع ان في لعيب بيسيب الزمالك، كل اللعيبه واهدار المال العام بالطريقه دي. الكابتن تامر عبد الحميد قال لك طب الله، اللعيبه اللي بتمشي دي، امال الزمالك خد قرض ب 200 مليون جنيه ليه؟ مش عشان يدفع مستحقات اللعيبه؟ فساد غير عادي يا جماعه بيحصل، ورابطين كل حاجه بالارض. انت عايزين تاخدوا الارض عافيه وتطلعوها كومباوندات وتجيبوا ملايين بالعافيه، والارض متخصصه لنشاط رياضي. وده اللي قاله الوزير اشرف صبحي مع احمد شوبير. مش بالعافيه. هو انت حتى لو رجع لك الارض عايز تمشي بنفس الخطه اللي انت كنت ماشي بيها وتبيع الارض كومباوندات؟ يعني انت عمال تاخد قروض عشان تسد مستحقات اللعيبه. لو رجعت الارض بكره الارض هتجيب لك فلوس من ايه؟ الا اذا كنت انت عايز تكمل في المشروع اللي انت كنت ماشي فيه اللي هو مخالف للقانون. ودلوقتي اللي جابهم زي ما قال مرتضى منصور، اللي هو مش مهم انت تحبني، جملته الشهيره نقط تحبني. قال لك ان ضابط امن الدوله اشرف نقط هو اللي جاب المجلس ده. وقال لك ان رئيس البنك الاهلي ورئيس بنك مصر ورئيس بنك CIB بيدعموا الزمالك بقروض، طبعا احنا عارفين اساميهم. وقال لك ان الوزير كامل الوزير من فلوس وزاره النقل بيدعم نادي الزمالك. طيب والاهلي نادي الدوله، صح؟ هم عايزين كل حاجه عافيه. انا فاكر مره كان وزاره الاوقاف طلعت بيان وحذرت من الاخبار المنتشره ان الزمالك عايز يبيع ملعب حلمي زموره، وطلعت وزاره الاوقاف قالت اوعى تعمل كده علشان دي ارض مملوكه للاوقاف، للناس اللي بتتكلم على ارض الاهلي في الجزيره. الزمالك اللي اخد ارض حق انتفاع من الاوقاف بملاليم، ملعب حلمي زموره، نفس اللي عايزين يعملوه مع ارض 6 اكتوبر. نادي الزمالك اللي اتعمل له استثناء في قانون 75 سنه 77 بعد ما طلع قانون الرياضه، قال لك ما ينفعش تستغل الارض لنشاط رياضي لنشاط تجاري. ورغم ذلك اتعمل لهم استثناء. النادي الوحيد وقت ما الانديه ما كانش لها اي مصادر دخل غير تذاكر المباريات وبعد كده البث التلفزيوني، ولا كان بقى فيه وكاله اهرام ولا كان فيه العرجاني ولا كان فيه شركه كوره. نادي الزمالك اتسمح له استثناء ان هو يبقى عنده بوتيكات، لان هم فاشلين اداريا طول الوقت، والدوله بتحاول توفر لهم فلوس عشان يعرفوا ينافسوا الاهلي علشان سياسه التوازن، عشان ما يخسروش جماهيريتهم. وسبحان الله على عملوه في الترسانه اتعمل فيهم. ولو الغرض في الاخر من كل ده ان الزمالك هيتباع ويجي مستثمر يشتريه، ما الاهلي حتى لو اشتراه مستثمر بعد كده هيبقى الاهلي متفوق لان هو احسن اداريا. والاهلي سبقك بشركه الكوره. الشركه دي لما هتتعرض في البورصه وهيبقى فيه مساهمين ومستثمرين، مداخيل الاهلي هتزيد اكتر، ومداخيل الاهلي هتزيد اكتر من اللوجو اللي هيتحط على الاستاد. شوف مين هيشتري حق تسميه الاستاد ومن الفلوس اللي هيجيبها الاستاد. شفت انت الاهلي مداخيله من تذاكر المباريات كام؟ 56 مليون جنيه، والزمالك 400 الف جنيه. 400 الف جنيه. ويقول لك الزمالك الجمهور بيحضر اكتر من جمهور الاهلي، ودي حقيقه. يا شركه تذكرتي بيخشوا ازاي الماتشات؟ والزوم اللي بيتعمل على الجماهير
عشان يبين لك انه فريق ليه شعبيه وجمهوره مخصوص. ومش انا اللي بقول كده، ده رحاب ابو رجيله اللي بيقول كده، عضو مجلس اداره نادي الزمالك ونجوم السوشيال ميديا بتوع الزمالك. بيقول لك الميزانيه بتاعت الزمالك طالعه 400,000 جنيه بس من تذاكر المباريات. على العموم، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب وسيب كومنت، سيب كومنت يا حبيب اخوك، وغز الجرس، وسلام.